هلا بالخميس، هلا بالخميس. مساء الصراحة. غردت المذيعة في قناة MBC علا فارس بحسابها بتويتر تقول: ترامب لم يختر توقيت إعلان القدس عاصمة لإسرائيل عبثا، فبعد زيارته لنا تأكد أن العرب سيدينون الاعتراف الليلة ويغنون غدا هلا بالخميس. وهلا بالكلام المليح الجميل الصريح الواضح اللي بالصميم. يا علا فارس ما غلطت يا جماعة. يوم ترامب إلى الرياض يجمعنا لأكثر من 50 دولة إسلامية، شاف أنهم كلهم يتآمرون على بعض، قال أنا لو أعلن القدس ما حد راح يتكلم، وهذا اللي صار. فالبنية ما غلطت. هذا واحد. اثنين، أول ما صار وقالت هذا الكلام طلع عليها قرار بإيقافها من قناة MBC. يعني أنتم توقفون كيكة، هذه حرام، هذه لا تمس وبس طالعها توقفونها، عيب، ما عندكم نظر. شغلة ثانية، لماذا إذا اختلف ويانا أحد الوافدين في الخليج نقول له ترى أنت كليت من خيرنا؟ ما كلم من خيرنا، هذا ريال كلام من عرق جبينه، من تعبه، من شقاه، من مجهوده، من سهره في الليل. ما العلاقه؟ كل ما قلنا ترى انت كليت من خيرنا نتفضل على الاخرين، او نقول والله انت ترى ناكر جميل. ليش ناكر جميل؟ منو اللي محمل وافدين جميل هني بالخليج؟ ما حد. جايين بعقد عمل، اجر مقابل عمل، ما حد محمل جميل حق الثاني، لا احنا محملين جميل ولا هم محملين جميل. لماذا هذه النظرة الدونية إلى الآخرين؟ بعدين في شغلة يا أخي، جاليات وايد عايشين في أوروبا، زين، مسلمين وعرب وغيرهم. أنا عمري ما شفت واحد سويدي يقول حق عربي يكون لاجئ بعد هناك يقول له ترى أنت كليت من خيرنا، أو واحد فرنسا يقول طالع عربي يقول له ترى أنت ناكر جميل، مع أنه شوف يعطونهم سكن وصحة وتعليم وجنسية، واحنا بس نعطي راتب وذالين اللي ما يصير. يعني خلونا نكون اكثر يعني تواضعا ونحترم اللي عندنا. خلاص اختلفنا وياه نودعهم مع السلامه بدون ما نجرح، بدون ما يعني نطعن فيهم، هلا بالخميس، هلا بالخميس. هلا بالخميس، هلا بالخميس. ويكند عيال، هلا بالخميس.